بتطلع معاكي بالشكل الحلو ده. تمام. الفرن بتخليه يكون وسط كده من تحت او اقل من الوسط كمان، وبتخلي الشوايه من فوق بتكون هاديه خالص. اول ما تاخد لون من تحت، اول ما القرصه بتاعتك تتحمر كده من تحت، بتقومي جايه معليه الشوايه شويه من فوق لحد ما بتاخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده وخلاص. وخلصنا الكميه كلتها وخلصنا القرص بتاعتنا. ما خدتش لا وقت ولا خدت مجهود، ومكوناتها بسيطه جدا جدا. والطريقه ما فيش اسهل من كده، وبتعمل معايا كميه حلوه خالص. جربي في كيلو واحد بس لو حابة. ولو عملت كمية كبيرة كده بتحفظيها بكل سهولة، هي دوبك بس بتبرد معاكي بنفس الشكل ده كده. وبتقومي جاية بقى حطاها في أكياس كده وربطة عليها، وتقومي جاية مدخلاها الفريزر. بصوا القرصة حلوة قد ايه، وحلوة من تحت، تسويتها حلوة من تحت ومن فوق كمان، والقرصة خفيفة وهشة. حتى الحتة اللي ما فيهاش عجوة